الفيلم بيبدأ بزوجين فيك ومراته ميليندا اللي بيكونوا متجوزين وعن حب وكل حاجة وعندهم طفلة حتى اسمها تريسكي. وبتبقى ميليندا دايما بتحضر نفسها للحفلة في بيت كده صديقتهم ماري. وبتيجي جليسة الأطفال أو البيبي سيتر اللي هي بتقعد مع تريسكي الصغيرة في غيابهم، وبتنادي ميليندا على فيك وبتسأله إيه رأيك إيه في الفستان بتاعي ده يا حبيبي. وبيبان إن هو مش مهتم قوي بس بيحاول يعني يمثل إن هو عاجبه، وبيختار معاها الفستان فعلا وبيساعدها تلبس الجزمة بتاعتها ويبان إنها مهتمة تبقى جميلة وتلفت الانتباه. في الحفلة بيشوف فيك ميليندا وهي بتسلم على شاب كده غريب مراته يعني، وعمالة تحضن فيه، وبنعرف ان اسمه جول وبيكون ساكن جديد في المدينة. وبيفضل فيك مراقب الراجل ده، هو الراجل ده بيرمي على ايه ولا بيلغيها ولا ايه، وبدأ يلاقيها عمالة ترقص معاه لحد ما بيروحوا مكان بعيد وبيبوسوا بعض كمان. وبيبان ان هو الغريب هنا ان هو مش مصدوم او ان هو كأنه متعود على كده ان مراته مدوراها يعني. وبتقعد ماري صاحبة البيت مع فيك وتقول له على فكرة علاقة مراتك بجول دي أكتر من صداقة، أنا مش عايزة تكون يا ابني ملبساك قرون ولا حاجة. قال لها لا لا أنت فاهمة غلط، دول مجرد صحاب عشان بس ما نتخانقش سوا. وطبعا هو قال كده عشان ما يبينش شكله وحش. لكن ماري بتقول له انا مش عايزاك تبقى مغفل، وانت عارف ان مراتك انا بحبها جدا وعارفه ان انت برضه بتحبها، بس لازم تبقى واعي باللي بيحصل. وفجأة بيجي واحد يقول لفيك ميليندا مراتك سكرانة وبتغني وهي واقفة على البيانو، فبيروح بسرعة لكنه بيفضل واقف يتفرج كده عليها ويبان انها بتحب تلفت الانتباه ومش مسؤولة خالص، شخصية مستهترة. وبيخرج فيك للبار وهناك بيقابل جول اللي بيشكره على صداقته وهو وميليندا. وفجأة فيك بيقول له انت سمعت عن مارتن؟ قال له لا، مارتن مين؟ قال له ده واحد كده مفقود، وعلى فكره هو كان صاحب مراتي ومن بعدها ما حدش شافه تاني، وعارف ليه؟ عشان أنا قتلته. فبدا يتصدم جول ومش مصدق نفسه، لكن فيك بدا يقول له ايه، انت قريب هتصدقني لما تجرب كده بنفسك هتصدق. فبيخاف جول وبيمشي. وميليندا زعلت ان جول مشي وبدات تشك ان فيك هو السبب، وفضلوا يتخانقوا في العربيه وهو عمال ينكر كلامه وتقول له انت شخص ممل، بس انا مستحملاك كده فتره وخلاص. وهو كان هادي جدا وما بيردش. وفي البيت فيك بيدي فلوس لجالسة الاطفال او البيبي سيتر، وبيشوف ميليندا سكرانه ولبسها مش مناسب. بدا يزعق لها وبعد كده بيقول لها المفروض تختاري راجل اذكى من جول ده، لما تحبي تتصرمحي على حل شعرك امشي مع واحد عدل. قالت له انا اخترته لانه بيحسسني ان انا مش قليله ولا بيهني. فبينزل فيك القبو بتاعه، بيبان ان هو بيحب الحلزونات والحاجات دي جدا ومربيها كمان في صناديق ازاز، حاجه زي السمك يعني. وبيكون هو مسؤول عن كل حاجه في البيت، في حين ان ميليندا ما بتعملش اي حاجه خالص وشخصيه مستهتره. بتوصل بنته المدرسة بعد ما وداها فيك وبتسمع إشاعة إن هو قتل مارتن، إن أبوها قتل الراجل ده. وبعد كده بنعرف إن جول هو اللي نشر الكلام ده على القهوة وفي كل مكان. وبدأ أصحابه ينصحوه، قالوا له سيطر على مراتك شوية، أنت مش سايبها مدورها ليه كده. بدأ يرفض وما يردش عليهم. وبدأ يرجع البيت يلاقي ميليندا بتعيط على مارتن وتطلب منه ان هو يعتذر لجول، وبتقول له على فكره انا عازماك على العشاء يوم الجمعة، بس لازم تعتذر لجول ده. ويوم العشاء جول بيكون مرعوب وفيك بيتعمد ان هو يطبخ سمك كده رغم ان هو ما بيحبوش قوي. وبتكون الاجواء متوترة قوي وميليندا بتحاول تستفز فيك بس هو بيفضل هادي. وفيك بيتعمد برضه يعمل صوت في المطبخ اي حاجه عشان يزعجهم، هو مش قادر يواجه مراته بانها بتخونه. وبعدين بيقول لجول مره تانية على فكره انت فاكر الحدوته اللي قلتها لك ان انا قتلت مارتن؟ فجول بدا يخاف ومشي. وفي حفله تانية فيك بدا يرقص مع واحده عشان يغيظ مراته، المعامله بالمثل يعني. وهي بدات تتضايق فعلا، وبعدها بيكتشف انها حولت فلوس لمدرس بيانو جديد اسمه تشارلز، فراح حفله تشارلز ده ولقاها معاه وبيعرف انها بتخونه مع راجل تالت. وبعدها بيسمع خبر في التلفزيون او في حته يعني ان هم لقوا جثه واحد اسمه مارتن في حفله عند ماري. بعد كده ميليندا وتشارلز بيختفوا سوا، وبعدها بيتم العثور عليهم ميتين في حمام السباحه. فالشرطه بتحقق وميليندا بدات تتهم فيك بس مفيش دليل واضح ضده. وبنكتشف بعد كده ان فيك هو اللي قتل تشارلز مدرس البيانو ده. بيظهر محقق كده خاص بيراقبهم وبيكتشف ان فيك ان مراته اصلا دافعه فلوس للراجل ده عشان يراقبها ويراقب فيك معاه. وميليندا بترجع تتواصل مع حبيبها القديم توني، وفيك عمال يستدرجه لمكان بعيد ويقتله ويرمي جثته في النهر. وبدات العمليه دايره كده، هي تخون وهو يقتل وراها. وبعدها فيك بيبقى مبسوط بشكل غريب، وميليندا بتشك ان في حاجه ورا السعاده الغريبه دي. وفي نزهه كده هم عند النهر فيك لقى الجثه طالعه على وش الميه وبدا يخاف ان حد يشوفها. فميليندا اكتشفت محفظه توني عند فيك وبتفهم ان هو قتل كل الرجاله اللي هي عارفاهم وبتحاول تهرب. فبدا اللي كان بيراقبهم ده كان شاكك في فيك ان هو بيشوف الجثه وكده. فبدا الراجل اللي كان بيراقبهم ده اللي كان شاكك في فيك اصلا من البدايه شاف معاه الجثه في نفس اللحظه وبدا يبلغ الشرطه. وهو رايح يبلغ الشرطه دي فيك عمل يتسبب له في حادثه كده وخلاه يموت. وفي النهايه ميليندا قالت خلاص انا دلوقتي معايا دليل واحد يدين جوزي، هي المحفظه بتاعت توني دي، وخدتها وحرقتها ورميتها بعيد وخبتها. وقلت لك انا هكمل معاه. ليه هكمل معاه؟ لان هو بيحبني ومستعد يقتل عشاني. وبيقفل الفيلم من هو بيقول لك الاتنين دول توكسيك، ده بيحب واحده عشان هي مدوراها وكل حاجه ومش قادر يسيبها، وهي بتحبه عشان هو بيضحي عشانها. طيب الفيلم ده كمان بيحكي عن ايه او ايه المغزى منه يعني؟ مبدئيا الفيلم اسمه ديب ووتر 2022،
وهو على فكره انتاج نتفليكس اظن، او بين افليك، لان بين افليك مخرج. تمام. فالفيلم ده يعني من النوع ده. انا دي ارمس وبين افليك كانوا متجوزين في الحقيقه اصلا. طب الفيلم ده يا جماعه بيحكي عن ايه عشان نقفل الفيديو؟ بصوا يا جماعه، الفيلم ده بيحكي عن حاجه اسمها الكوديبندنت او الكو اندبندنت بمعنى اصح. الكوديبندنت دي اللي هو انت تحب فلان، ولو فلان ده سابك انت هتموت بعده، يعني حاجه كده تعلق مرضي يعني. فاي حد بيخون عموما بتلاقي عنده حته اللي هو هو في يعني حد اساسي عنده. الحد الاساسي ده هو ضامن معاه مثلا امان، ضامن معاه احتواء، هو بيمتصه بالكامل، بيسمع كل افكاره. ففي نفس الوقت هو مش مشبع الحته الغريزيه عنده، او ان هو مش مغري كفايه، فبيروح لحد تاني. في نفس الوقت ليه ما بيسيبش الاول؟ لان الاول ده الحته اللي هو ماليها جواه مش هيقدر يستغنى عنها. ده كشخص وشخص، مالناش دعوه بحسابات العيله والحاجات بتاعت الشعب المصري هنا يعني. تمام. فاكيد الشخصيتين كانوا غلط والنموذجين سم بصراحه، ان واحده تكون بتحب واحد عشان هو بيقتل عشانها، وواحد بيحب واحده عشان مش عارف مدوراها. الاثنين اكيد غلط. بس مش عايز اخش في فلسفه وكده. اعمل ايه في صاحب الايفون عايز تكسب وصل الفيديو 40 لايك، واختار واحد من الكومنتات، ولو وصل 100 مشترك النهارده اختار واحد بالليل. ومع السلامه. ولو عايزين فيلم معين يا جماعه قولوا لي انتوا عايزين فيلم عن ايه وانا اعمله لكم يعني عادي يعني. على فكره عادي ارمس دي يا جماعه ممثله كوبيه اصلا، انا متابعها من وهي عندها 17 سنه، لانها كان لها افلام كانت 16 سنه فيها، وبيطلع مشاهد كده صريحه وبتاع. فكان الناس بيقول لك دي طفله ازاي تعمل كده ومش عارف ايه، وازاي يوافقوا اصلا الرقابه وبتاع. بس هي ممثله بصراحه جميله جدا، وهي في ناس معتبرينها اجمل ست في العالم، وانا مش معترض قوي يعني. رغم ان مؤخرا بدا يبان رينكلز وتجاعيد كده شويه، بس كله بالمكياج بيتفك يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك، ومع السلامه. تعالوا اقول لكم شويه معلومات عن الفيلم كده قبل ما نقفل. الكيمياء اللي في الفيلم ده قلبت حقيقه يا جماعه. اغرب حاجه في الفيلم ان بين افليك وانا دي ارمس دخلوا في علاقه حب حقيقيه بجد وسط ما هم بيصوروا. وعموما بين افليك كان مشهور بالحكايه دي شويه، ان هو ارتبط قبل كده بجينيفر لوبيز، فهو راجل عامل شفره الستات حرفيا. فالموضوع المشاهد والحاجات دي ما كانتش مجرد تمثيل. الناس بدات وقتها تتابع صورهم في الحقيقه اكتر ما تابعت اخبار الفيلم. بس الغريب ان هم انفصلوا قبل حتى ما الفيلم ينزل بفتره قصيره. وكمان المخرج ادريان لين ده واحد من اساطير افلام الدراما النفسيه وكده، وكان عمل فيلم سنه 2002، وبعد كده رجع بالفيلم ده اللي كان حدث كبير قوي. فهو رجع عشان يوري الناس التوكسيك على اصوله يعني. طب ليه حكايه الحلزونات دي في الفيلم؟ هو ليه كان مهووس بيها؟ الحلزونات دي لها دلاله يا جماعه رمزيه، انها كائنات بطيئه جدا وشكلها هادي ومسالم، بس لزجه، يعني ممكن تبقى مقرفه لبعض الناس. فده بالظبط وصف شخصيه فيك في الفيلم، يعني هادي جدا وبطيء في رد فعله، بس جواه شر ولزاجه كده مستخبيه. طب ايه بقى النهايه بتاعت الروايه؟ وهي زي ده ولا لا؟ نهايه الروايه يا جماعه مختلفه عن كده خالص. نهايه الروايه للكاتبه اسمها باتريشا هايسميث، نهايه الروايه مختلفه عن كده واسود بكتير. حتى فيك مش بس بيقتل العشاق، ده الموضوع بيتطور نهايه مأساويه بينه وبين ميليندا. يعني في الاخر في الفيلم ظهر ان هم بقى شركاء في الجريمه وبتاع، وميليندا تقبلت الوضع. بس في الروايه الموضوع ما كانش كده. ميليندا بعد ما اتاكد ان هو قتل فعلا الناس بدات تخاف منه، وقالت انا ههرب وافضحه. وده بيخلي فيك يفقد اعصابه تماما، والهدوء اللي كان مسيطر عليه ده طول الروايه بيختفي. فالنهايه بتوصل لذروتها كده لما تلاقي ميليندا بدات تهاجم فيك بكلام وتستفزه جدا، فراح خانقها وقتلها فعلا يعني في الروايه. وحتى ما اكتفاش بقتل العشاق، ده اللي هو ياخدك يا ربنا ياخدك، حاجه زي كده. وبعد ما بيقتل ميليندا الشرطه بتوصل البيت بناء على شكوك قديمه وبلاغات، وبيلاقيه بيحاول يتخلص من جثتها او لسه فوق الجثه يعني. فالروايه بتنتهي ان الشرطه قبضت على الزوج، وبكده بتنتهي مستقبله وحياته. طب ليه النهايتين مختلفين؟ في الروايه الكاتبه باتريشا هايسميث كانت عايزه توضح ان البرود ده اخره انفجار، وان القاتل مهما هرب لازم يقع في الاخر. وفي الفيلم المخرج اختار نهايه سيكوباتيه اكتر، انهم يفضلوا مع بعض، والسر ده يكون هو الرابط الجديد اللي هيخلي جوازهم يستمر. وكأن الجريمه بقت من الحاجات المقبوله يعني، اللي بتخلي حياتهم الممله دي لها معنى. تمام. طب ليه الفيلم ده في ناس بتقارنه مثلا بجان جيرل؟ جان جيرل ده يا جماعه فيلم برضه بيحكي عن زوجين وبتاع، وكان بين افلك فيه، بس هو في اختلاف واضح في ان الشخصيه بتاعت الست في جان جيرل كانت مختلفه عن هنا. في جان جيرل الزوجين كانوا بيحاولوا يدمروا بعض، لكن في ديب ووتر هم بيحاولوا يسيروا بعض عن طريق الدم، يعني بيجددوا العلاقه من الاخر. بس ده كان الفيلم. اشوفكم في حلقه جديده، ومع السلامه.